السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. ان شاء الله هعمل معاكم الوصفة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي. تقولي بقى البسبوسة التركي، تقولي فاني كيك، حاجة كده احلى كده من الرواني، احلى من البسبوسة. الطعم فوق الروعة، المقادير بسيطة جدا جدا، انما النتيجة والطعم حاجة كده في منتهى الجمال. ان شاء الله تجربوها بالطريقة دي وبالجمال ده وتنول رضاكم. حاجة كده ما تشبعيش فيها أكل. شايفين بسم الله ما شاء الله قد إيه هشة كده وجميلة جدا. شايفين كمان اللون. إن شاء الله تجربوها بالمقادير دي وبالطريقة دي وتنول رضاكم. يلا كده نبتدوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. في طبق وهنزل بخمس بيضات بدرجة حرارة المطبخ. هضرب البيض كويس قوي لحد حجمه ما يتضاعف. بعد حجمه ما تضاعف بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، هنزل بقى بكيس من بودر البرتقال. ما عندكيش بودر برتقال ممكن تستبدليه بفانيليا برتقال. نزلت هنا بكيس من بودر البرتقال، هنزل كمان بورقتين من الفانيليا. هضرب الخليط كويس قوي. بعد كده بقى هنزل بمج من السكر، مج الشاي العادي. انزلي بالسكر تدريجيا علشان السكر ما يهبطش البيض منك. بعد ما نزلت بالسكر هبدأ انزل بمج الا ربع من الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الضرب. بعد كده بقى هنزل بالدقيق. معايا كوبايتين ونص من الدقيق المنخول. نزلت عليهم بباكو بودر، رشة كده من الملح ورشة من الكربوناتو. بيساعد على ان الكيك تطلع هشة في منتهى الجمال. طبعا هنخل كده الدقيق قدام حضراتكم ده للمرة التانية، لان زي ما قلت لحضراتكم كل ما تنخلي الدقيق اكتر الكيك بتطلع هشة وخفيفة اكتر. نزلت كمان بمج الا ربع من الحليب الدافي. واثناء الضرب كده هنزل بكمان ربع مج حليب. يعني كده الكيك اخد مني مج حليب. طبعا في الاخر بقى كده ما تضربيش الكيك كتير علشان لما تستوي ما تطلعش ناشفة منك. فضربتها بقى ضرب خفيف زي ما حضراتكم شايفين كده. بتلمي بقى بالسباتولا وتقلبي بالراحة كده علشان تتأكدي ان ما عادش كده دقيق في الكيك. بعد كده بقى بتجيبي الصينية الكبيرة كده في الطقم، بتدهنيها كده مادة دهنية. بتنزلي بقى بخليط الكيك. بعد كده بقى بتهزيها هزتين كده علشان لو في أي مسام واسعة ولا حاجة. في الوقت ده أنا مولعة فرن البوتاجاز على درجة حرارة 170. بتدخليها بقى في حدود 35 دقيقة. الخطوة اللي بعد كده بقى في حلة وبتبدأي تنزلي بكوبايتين كده من السكر. بعد كده بتنزلي عليهم بكوباية ونص من المية. بتنزلي عليهم كمان يا عصير نص ليمونة يا شريحتين كده من البرتقال وعود من القرفة المتواجد عندك استخدميه. طبعا بيخلي الشربات طعمه رائع جدا. بعد ما يغلي تبدأي تعد 7 دقايق كده أو 8 دقايق وتبدأي تطفي عليه. طبعا بعد الكيك ما طلعت من الفرن بالشكل ده بتسيبيها لحد ما تبرد تماما. هي تبرد والشربات يبرد. بتبدأي تقطعيها بقى زي ما انت حابة. أنا قطعتها هنا مستطيل. نزلت الكيك كده في الشربات. بتبدأي بقى تقلبيها من جميع الجوانب. بتلاقيها اتشربت وبقت في منتهى الجمال زي ما حضراتكم شايفين كده. بتبدأي تصفيها كده وفي كيس كده من أكياس التلاجة. أنا كده قصاهم ومقطعاهم بالشكل ده. بتبدأي بقى تلفي قطعة الكيك أو قطعة البسبوسة الجميلة دي. بتاكليها بتبقى طعمها رائع جدا، أحلى من البسبوسة وأحلى من الكيك. يعني حاجة كده منتهى الروعة. بتبدأي بقى آه، ت- آه، تسقي وتشربي قطع الكيك كلها بنفس الطريقة. شايفين بسم الله ما شاء الله الكيك طالع هش ومتساوي كده وأبيض كده وفي منتهى الجمال. شايفين الجمال؟ حاجة كده والله فوق الروعة. بتسقيها بقى من كل الجوانب بنفس الطريقة. بنفس الطريقة كده بتشربيها من كل الجوانب. شربتي بقى الكمية كلها زي ما حضراتكم شايفين كده. وبتبدأي في كيس زي ما قلت لحضراتكم
أو أي استرتش عندِك بتلفّيها. بعد بقى ما خلّصت الكمية كلّها بنفس الطريقة كده، بنفس اللفة ونفس الطريقة، خلّصت الكمية بالشكل ده. شايفين بسم الله ما شاء الله حاجة كده في منتهى الروعة. بتدخّليها بقى التلاجة. بعد بقى ما بتدخّليها التلاجة، مهما تدخّليها التلاجة وتسيبيها، بتطلّعيها الكيس بيكون محافظ عليها كده ومخلّيها طرية زي ما هي. بتقدّميها بقى بألف هنا. شايفين قد إيه سهلة وبسيطة وطعمها رائع جدًا. حبايبي يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.